السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفه اللي هي عباره عن قماش لتقشير بشره الوجه ولتنعيم بشره الوجه. هذا القماش خاص بجميع انواع البشره وما في اي ضرر لاي نوع من انواع البشره، حتى البشره الحساسه جدا. هذا القماش اللي سهل بزاف، اللي كنطبقوه على البشره ديالنا وكنفركوا به البشره ديالنا باش كنقيوها من الاوساخ اللي كتكون فيها. فعلا هو ينعم البشره ويزيل جميع الشوائب الموجوده بالبشره. المقادير اللي كنحتاجو في هذا القماش ساهلين. غنستعمل الزبادي اللي او دانون مسوس او دانون طبيعي اللي ما فيهش لا سكر ولا اي نكهه. هذا هو اللي غنستعمل. بالنسبه للناس الدول العربيه فهو الزبادي. وغادي نحتاجو النخاله، يعني يمكن نغربلو الدقيق، فهي اللي كتبقى لينا. النخاله هي اللي غادي نستعملو. غنحتاجو واحد ماشي بزاف، غير فقط واحد الملعقه من الزبادي. الكميه اللي غادي تخلط لينا هاد النخاله اللي عندنا وكنخلطو مزيان حتى كنحصلو على واحد العجينه ما بين هاد النخاله وهاد الزبادي. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا، بعد ما كنشكلوا عجينه بهاد الزبادي مع النخاله، فاحنا كنطبقوا هاد العجينه على بشره الوجه بهذا الشكل. فكنحاولوا نطبقوها مزيان على البشره ديال الوجه. كنخليوها لواحد المده ديال 10 دقائق حتى كتنشف على البشره ديال الوجه. من بعد كنبداو نفركوا البشره ديالنا. كنفركوا غير بلطف، ما كنستعملوا لا كيس ولا اي حاجه في الفرك ديالها، فقط غير بالاصابع ديالنا. كنبداو نفركوا البشره ديالنا بهذا الشكل بشكل دائري حتى كنفركوا البشره ديالنا كامله. فهاد الحبيبات ديال النخاله فهي كتساعد على باش كتفرك البشره، وهذا الزبادي فهو كيلين البشره وكيساعد هذه العمليه ديال على العمليه ديال التقشير. فكنبقاو نفركوا البشره ديالنا لواحد 15 دقيقه، ومن بعد كنغسلوا الوجه ديالنا بالماء الدافئ. بالنسبه لكاع الوصفات تقريبا اللي كنستعملوا فيها الزبادي فضروري اننا نغسلوا الوجه ديالنا بالماء الدافئ ماشي بالماء البارد. فكما قلت لكم فهاد القماش فهو كيساعد على تقشير البشره، وهاد الوصفه جد معروفه وصراحه جد مفيده مجربه مني شخصيا. كنتمنى تعجبكم هاد الوصفه اللي قدمت لكم اليوم. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا جيم لا فيديو الى عجبكم وتبارطاجيو لا فيديو. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم. ما تنساوش تزوروا الموقعين chefmariam.com ايضا موقع shewati.com. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.